ميدو يهاجم محمد صلاح، وصلاح بيرد عليه وبيكشف عن علم الاتحاد المصري بخطورة إصابته من البداية. نشر ميدو على حسابه الرسمي على موقع إكس صورة لمحمد صلاح وهو في التمرين، وقال: واضح كده إن التمرين ابن لذينة مش هيتعمل إلا في ليفربول، ومشوها ابن لذينة علشان الرقابة. ميدو في التغريدة دي كان بيسخر من البرنامج العلاجي بتاع محمد صلاح، وبيلقح يعني إنه كان يقدر يتعالج في كوت ديفوار، والموضوع ما كانش مستاهل أبداً سفر لبلاد الخواجات. كلنا افتكرنا إن الموضوع وصل لحد هنا، خصوصاً إن صلاح مش متعود إنه يرد أصلاً على حد. لكن الغريبة بقى إن صلاح رد على ميدو في بوست على حسابه الرسمي على فيسبوك، ونزل صورة لنفسه وكتب عليها: بدأت امبارح برنامج العلاج والتأهيل، وهعمل كل حاجة ممكنة علشان أكون جاهز في أقرب وقت وارجع للمنتخب زي ما كان متفق عليه من البداية. برضو بحبها وبحب ناسها. والغريبة إن صلاح بيعلن إن اتحاد الكورة كان على علم إن إصابته تستدعي سفره وبداية رحلة علاج في ليفربول، ورغم كده نيموا الشعب المصري وأعلنوا إن صلاح هيغيب ماتشين 2 بس وإصابته خفيفة خالص. المشكلة هنا إن في طرفين في الموضوع. الطرف الأول هو كابتن منتخب مصر اللي ساب زمايله وسافر لليفربول وما قعدش معاهم علشان يدعمهم وقرر إنه ياخد الريسك. والطرف التاني هو اتحاد الكورة اللي مسؤول عن شكل وهيبة منتخب مصر. وفي الحقيقة هو احنا مش عارفين لحد دلوقتي هو مين أصلاً من الطرفين بيكذب، وعلشان إيه أصلاً. بس اكتبوا لنا في الكومنتات، هل صلاح كذب علينا علشان يهدي الناس عليه بعد الهجوم اللي حصل ولبس اتحاد الكورة مع الجماهير، ولا اتحاد الكورة اضطر إنه يكذب علشان في حال فشل منتخب مصر في الصعود أو الفوز بالبطولة يقرر يصدر صلاح للجماهير ويعلق عليه الشماعة؟ ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.